تفاصيل مرعبة عن جرائم سفاح الجيزة الذي قتل وسرق ودفن ضحاياه أسفل شقته. قذافي عبد الفعاني المعروف بسفاح الجيزة يرتكب خطأ يتسبب بالقبض عليه بعد 5 سنوات من القتل والنصب والسرقة. وبداية القصة كانت في عام 2015 عندما استقبل صديقه المهندس رضا محمد عند عودته من الاغتراب، وكان قذافي يدير ممتلكاته. اصطحبه إلى منزله ووضع له سما في الطعام، فأنهى حياته ودفنه في قبر أعده مسبقا داخل منزله، وأوهم عائلته بأن ابنها تعرض للاعتقال، وذلك عقب مشاركته في تظاهرة بعدما استولى على جميع ممتلكاته وانتحل اسمه. أما ضحيته الثانية فكانت زوجته الأولى، استدرجها إلى منزله وقتلها بالسم، ثم وضعها في ثلاجة قبل أن يدفنها جوار صديق عمره. الضحية الثالثة نادين كانت تعمل معه بمكتبه، استولى عليها من صديقه المهندس. أنهى حياتها بنفس الطريقة لاعتراضها على زواجه من شقيقتها. بعدما ارتكب قذافي جرائمه الشنيعة هرب من القاهرة إلى الإسكندرية، وكان قد انتحل شخصية الضحية الأولى وباع كل أملاكه وعقاراته. في الإسكندرية واصل ارتكاب جرائمه بقتل عاملة بمحل أدوات كهربائية يملكه، ودفنها في مخزن داخل المحل. التحقيقات كشفت أنه تزوج طبيبة من عائلة ثرية بالإسكندرية منتحلا اسم صديقه، وأنجب منها قبل أن ينفصل، ثم تزوج من زوجته الأخيرة مي منتحلا اسما وهميا آخر عام 2019، لكنه انفصل عنها بعدما كشفت كذبه وأن شقة الزوجية مستأجرة باسم المهندس رضا، فاختفى بعد سرقة مجوهراتها، لكنه وقع في خطأ كان وراء سقوطه عندما ذهب إلى صائغ تتعامل معه أسرة زوجته الأخيرة، وباع له كمية صغيرة من الذهب، لكنه عندما عاد ليبيع ما تبقى وجد الشرطة بانتظاره